وبكده نكون فتحنا اول مهاره في الهاكينج واهم واحده بالمناسبه. انا مفترض ان انت ما تعرفش اي حاجه عن المجال غير انك عايز تبدا فيه وتبقى زي مستر روبوت. فتعالوا نروح للمستوى الاول وهو هيكون بروجرامينج، مع اول سكيل وهي البايثون. رحبوا معايا طبعا بشخصيه الرحله وهو سوبر هاكر، زي سوبر ماريو كده بالظبط. وهي دي شخصيتك اللي هتقيس عليها مهاراتك وتقدمك في المجال ده. والمطلوب مننا حاليا ان احنا نهزم الفاينل بوس لكل مرحله عندنا وناخد السكيل منه. فتعالوا نبدا طريق الاحتراف بتاعنا باول مهاره وهي سكريبتنج ويز بايثون. طب سؤال، ليه بايثون؟ بايثون سهلة التعلم وقوية جدا في نفس الوقت، وده مخليها طبعا اختيار اول في معظم المهام، وكمان كتابة الادوات والتولز وحتى برامج الاختراق. وقدام ان شاء الله لما تيجي تكتشف ثغرات فانت بتكتب كود الاستغلال او كود الاختراق عن طريق البايثون في الاغلب يعني، وده بنسميه POC او Proof of Concept. خلاص الموضوع لما تحب تعمل حاجه بسرعه وفي نفس الوقت عارف انها مش هتخذلك، مفيش احسن من البايثون. فسواء انت محتاج تبعت عدد معين من الريكوستات على موقع، او تحلل وتفحص كميه كبيره من البيانات، او حتى انك تعمل بفر اوفر فلو اتاك وبقيه الحاجات الخاصه بالباينري اكسبلويتيشن، مفيش اسهل من البايثون. وسبب برضو تاني حابب اضيفه، انه لما نيجي نبص على لغه برمجه تانية زي مثلا سي وسي بلس بلس، ودول لغات نوعا ما صعب ان الواحد يتعلمهم كبدايه، لو انت بدات اوريدي في البايثون واللي هي سهله جدا، هيبقى سهل عليك انك تتعلم اي لغه برمجه تانية، لان الكونسبت واحد، الاختلاف بس في السينتاكس ازاي بكتب الكود. انما كفاريبلز كاوبجكت ككلاسز كله تقريبا واحد. البايثون سهله التعلم، كانك بالظبط بتبني بلوكس فوق بعضها او مكعبات فوق بعضها. دي حتى اشبه بالانجلش، ولا مثلا اطباعي كذا برنت كذا، يعني تقريبا واحد. لكن البايثون بتعتبر انتربريتد لانجويج، يعني الكود اللي بنكتبه مش بيروح مباشرة للهاردوير اللي هو ده، بيكون في حاجة في المنتصف بتحول الكود اللي احنا كاتبينه للغة الآلة، وعشان كده طبعا بنسميها هاي ليفل لانجويج او سكريبتنج لانجويج معنى اصح. عكس مثلا حاجات زي سي وسي بلس بلس، الكود اللي بتكتبه بيتحول لباينري اي لغة الآلة، صفر وواحد على طول الماشين تفهمه، يعني بيروح للهاردوير مباشرة، وعشان كده بنسميها لو ليفل لانجويج. طبعا هناك بيكون عندنا تحكم كبير جدا في ايه اللي بيتكتب بالظبط مع ايه اللي بيتم تنفيذه الناحية التانية. وهيجي الدور لا تقلق على موضوع اللو ليفل لانجويجز دي، ليها السكيلز اللي نحصل عليها باذن الله. فيلا نبدا. في الاول هنحتاج نحمل البايثون، ده لو مش موجود عندك. لو انت ويندوز ما استخدمتش بايثون قبل كده فانت محتاج تحمله من هنا، ولو انت لينكس او ماك في الاغلب هتلاقي البايثون موجود عندك بالفعل، ولو مش موجود برضه تقدر تحمله من نفس الصفحه. اكتب كود بايثون فين واشغله ازاي؟ هنسطب البرنامج عادي زي اي برنامج في الحياه، ويا ريت يعني نتعلم على دي علشان هتفيدنا ان احنا نستخدم البايثون من اي مكان عايزينه بعدين. عندك اكتر من طريقه نكتب بيها كود البايثون، يا اما من خلال المحرر نفسه وده اسمه IDEL وهو ده شكله، خلينا حتى نخليه دارك مود، او تعمل ملف وتسميه اي حاجه مثلا .py. وانا هنا بصراحه بفضل استخدم محرر خارجي بحيث ان انا اقدر اكتب عليه اي حاجه انا عايزها مش بس بايثون، وهنا استخدم Sublime. هنحمله ونسطبه عادي جدا ونفتحه من قائمه ستارت هنا مثلا على ويندوز، وبرضه في نسخ منه للماك ولللينكس. تقدر تاخد الملف وترميه جواه، وبعدين مثلا ممكن تضغط كنترول بي عشان نعمل بيلد للملف، او علشان نشغل الملف بمعنى صح، واختار هنا البايثون. وبكده نقدر نشغل اي كود على الطاير وبكل سهوله. او في طريقه تانية ان انت تشغل البايثون من ملف CMD نفسه. هنفتح CMD اللي هي الكوماند لاين وتكتب بايثون وبعدها اي امر انت عايزه. كل الطرق شغاله. خلونا نبدا باسهل واشهر امر في البرمجه، print. تكتب print وبين علامتين تنصيص طبعا بيطبع كل الكلام اللي جوه بالنص. سهله صح؟ خلونا ناخد مثال باستخدام لينكس، وهستخدم هنا طبعا الكالي لينكس، هو تقريبا اشهر شيء موجود في المجال ده. هفتح التيرمينال ودي نافذة الأوامر في لينكس والماك، وهنكتب مثلا بايثون داش فيرجن عشان نتأكد هل فعلا بايثون موجود ولا لا. هنلاحظ انها بالفعل موجودة، والنسخة اللي موجودة هي بايثون 3.11. فلو كتبنا بايثون مباشرة زي ما عملنا في CMD هتشتغل معاك، وطبعا زي ما انتم شايفين هي نفس النسخة. ممكن نجرب نفس الأوامر بالظبط اللي احنا عملناها على ويندوز، وعشان أفصلها لازم أكتب exit 0، وده معناها ان انا بقول للبايثون انه افصل بدون اي مشاكل وكل حاجة على ما يرام. خلونا نفتحها تاني بايثون، نمسح الشاشة كنترول L، واللي انتم شايفينه ده حرفيا سهولة استخدام البايثون. 1 زائد 1 2 زائد 2. طب لو قلت له مثلا ان A يساوي 10 اجمع لي A زائد 5 هيديك النتيجة. خلونا نبدأ بالفاريبلز، وده اول شيء معانا وتقريبا اهم حاجة تعرفها يعني كأساسيات. المتغيرات أو الفاريبلز هي مكان محجوز بيشيل جواه قيمة، والقيمة دي في الأغلب قد تكون أرقام أو نصوص.
وحاجات تانية كتير طبعا، لكن استخدامها بيسهل عليك التعامل مع الأرقام والنصوص بشكل كبير، لأنه كل مرة بيكون سهل عليك استدعاء المتغير ده. على سبيل المثال لو حبيت أتعامل مع رقم كبير زي مثلا كده، كل مرة أجي أنفذ عليه أي عملية هضطر أكتبه من تاني من جديد. أما لو خزنته جوه متغير فهيبقى سهل علي عملية استدعائه بسهولة وأعمل عليه كل العمليات اللي أنا عايزها. وكذلك الموضوع مع النصوص، وسموه متغير لأن قيمته بتفضل ثابتة لحد ما أنا أغيرها. هو حاليا بالقيمة دي، ولو أنا قلت له خليها مثلا ب15 فهيتغير ل15. وكذلك بالنسبة للنصوص، أحط قيمة نصية بداخله وأقدر أطبعها، أو حتى تطبع أكتر من متغير واحد. ده غير إنك تقدر تتلاعب بالنصوص والأرقام مع بعض. زي هنا مثلا أقدر أطبع الكلمة كذا مرة، سواء كانت الكلمة جوا متغير A على سبيل المثال، أو كانت نص صريح اطبع لي حرف A 1000 مرة زي ما انتم شايفين كده. قد تكون دي أساسيات بسيطة، لكن صدقني مهمة جدا وما بتتغيرش في أي لغة برمجة تقريبا. آخر حاجة معانا في الجزء ده هي الشبانج. هفتح نيو تيرمينال، خلينا نخش حتى على سطح المكتب CD ديسكتوب، هكتب نانو test.py. ونانو هو محرر نصوص موجود في لينكس، وطبعا لسه هنعرف موضوع لينكس والويندوز لسه قدام. هكتب جواه في البداية الملف من فوق علامة الشباك، بعدين علامة التعجب /user/bin/python3. وهنا بقول لنظام التشغيل لما تيجي تشغل الملف ده اللي اسمه test.py شغله عن طريق الشيء اللي موجود في المسار ده، وهذا الشيء طبعا هو برنامج البايثون 3. ممكن حد يقول لي ما هو انت بالفعل مسمي الملف .py امتداد الملف، فطبيعي النظام يفهمه ان هو ده بايثون. طب خلينا نعمل ملف تاني ونسميه test2 من غير كلمة .py. هنلاحظ هنا ان لون المحرر اختلف لانه مش عارف يا ترى ايه الكلام اللي هيكون موجود داخل الملف ده. لكن لما كان موجود في الملف كلمة .py فالمحرر بشكل مسبق عارف ان الكلام اللي هيتكتب هنا هو كلام بايثون، فهيعمل لك الالوان او الهايلايتس على انها بايثون. اما بالنسبة له الموضوع حاليا مبهم شوية. طيب خلونا نضيفها وبعدين نحول ملف ليه executable او قابل للتنفيذ. change mode +x واسم الملف. هنلاحظ ان نظام التشغيل لينكس قدر يتعرف على الملف ويشغل اللي بداخله بدون اي مشاكل، عشان انا قلت له في الاول فوق خد بالك ده هيشتغل عن طريق لينكس. ازاي بعرف المتغير او ازاي بستخدمه؟ في الاغلب بنكتب اسم المتغير بعدها يساوي ثم القيمة الخاصة بيه. بالنسبة للسترينجز مثلا او نصوص نقدر نحطها بين علامتين تنصيص دبل كوت او سنجل كوت، وده شكل الكومنت او التعليق، يعني سطر مستحيل يتم تنفيذ الاوامر اللي فيه. وعندك الانتجرز او الارقام، يا ياخد قيمة معرفة زي 5 مثلا او ياخدها على الطاير زي كده. هنا ممكن اقول له x بيساوي 5، وبعدين ممكن اسأله هل فعلا قيمة x بيساوي 5؟ لما اديله 2 يساوي، قال لي فعلا ان هي true صحيح. طب خلينا اسأله هل قيمة x بتساوي 10؟ فقال لك false، معناه انه غلط. وده ياخدنا للليفل التاني من البايثون وهو الكونديشنال ستيتمنتس او الشرط بمعنى صح. فتعالوا نعرف اكتر عن الشروط واللوبس. خليني اقول لك ان انا مثلا عندي متغير اسمه هاكر وحطيت قيمته بترو، لا هي نص ولا هي رقم. فممكن اساله لو قيمة هاكر صحيحة او قيمة هاكر بترو اطبع لي مثلا يس ام هاكر. لو اي شيء تاني اطبع لي نو. تعالوا نجرب ونشغل، وبالفعل طبع يس ام هاكر. لو رجعت غيرت القيمة بفولس اي خطأ هنلاحظ ان فعلا الشرط لم يتحقق وطبع لي نو. وهي دي if else. لما يبقى عندك شرط سؤال مثلا على سبيل المثال دي الطريقة اللي بنعملها بيها. لكن لو كان عندك اكتر من شرط وليس فقط احتمالين 2 اقدر استخدم حاجة اسمها elif او else if. هنا هقوله مثلا ان انا عندي متغير وليكن اسمه level وقيمته 1. بعدين خلينا نسأله هل قيمة level هي 1؟ لو هي مثلا 1 اطبع لي الهاكر level 1، ولو هي 2 اطبع لي ان هو level 2، ولو هي اي شيء ثاني اي شيء غير كده اطبع لي الرسالة دي على سبيل المثال. خلونا نشغل ونجرب. نخش على تاني اهم حاجة عندنا وهي اللوبس او التكرار معنى صح. على سبيل المثال لو جيت قلت لك مثلا اطبع لي كلمة hello world 1000 مرة، فالطبيعي الحد اللي انت اتعلمته دلوقتي هتاخد الرسالة دي وتنسخها وتعمل لها copy paste 1000 مرة. ده طبعا مش منطقي. فتعالوا هنا نعرف التكرار باستخدام while بمعنى طالما الشرط لم يتحقق او لم يختلف
خليك ماشي في اللي انت بتعمله. هنا هقول له مثلا x بيساوي 0، واكس هنا هتعمل كعداد، ممكن اسميها x، ممكن اسميها اي حاجة. طالما x اقل من 5 اطبع لي كلمة hello ومعاها مثلا قيمة الاكس. لكن بما ان قيمة hello هي نص، hello نفسها عبارة عن نص، والخمسة دي متخزن فيها ارقام او integers، فمش هعرف اجمع نص مع رقم، فاستخدم شيء بسيط بس لتحويل الرقم ده كأنه نص، وهي str، function اسمها str او معنى string، يعني اي حاجة جوه هنا حولها لي string. فدلوقتي هيطبع hello ثم ما بداخل متغير x كل مرة لكن كنص، واخيرا هنزود قيمة الاكس كل مرة زائد 1 عشان ما يفضلش قيمته بصفر ويفضل نخش في لوب لا تنتهي infinity. نقدر نكتبها بالشكل ده او الشكل ده عادي اللي يريحك. ممكن برضو نرجع مرة تانية ونستخدم حاجة اسمها format string، ودي معناها تقريبا يعني زي صيغة الشيء اللي عندي. يا ترى صيغته ايه بالظبط؟ هكتب f وبعدين السترنج بتاعي بين التو براكتس دول هحط اسم المتغير، وبكده هيتم ازالة ما بداخل القوسين والقوسين نفسهم حتى، ويتحط القيمة بتاعته. يعني لو x جواه نص او رقم او اي حاجة هتتشال وتتحط القيمة اللي المفروض هو مخزنها. ناخد مثال اوضح شوية. هنا مثلا متغير اسمه name هيشيل قيمة وليكن احمد، وهنا هقول له اطبع لي hello ثم ايا يكن ما بداخل name هتكون هي دي النتيجة hello احمد. لو حطيت جوا name محمد هتبقى برضه hello محمد. وفي اكتر من طريقة طبعا ان انا ادمج النصوص مع الارقام، لكن الاسهل عليك حاليا استخدمه. نيجي على الليست او المصفوفة، وده بيكون شكلها، وبنضيف فيها تقريبا اي حاجة. اعتبرها زي المستودع كده او رف الكتب. دي مثلا مصفوفة من الارقام، ودي مصفوفة من النصوص، ودي مصفوفة ميكس ما بين اكتر من نوع، ودي مصفوفة فاضية. لو جيت قلت له اطبع لي مصفوفة الفواكه دي، لكن هات لي مثلا العنصر رقم 0. 0 هو اول عنصر في المصفوفة، ما بنعدش من 1، احنا بنعد من الصفر. يعني الصفر هو اول خانة. يعني المصفوفة دي على سبيل المثال اول عنصر فيها هو التفاحة ابل، وده الاندكس بتاعها 0 او الخانة الموضوعة فيها التفاحة هي الخانة رقم 0 اللي هي اول خانة، واللي بعدها مباشرة الاندكس او العنوان بتاعها 1، واللي بعدها 2. ولو جيت سألته على -1 فهيجيب اخر عنصر في المصفوفة من ورا. طيب لو انا عملت ليست بالفعل فيها عنصرين زي ما انت شايف، ازاي اقدر اضيف عنصر لمصفوفة موجودة من قبل؟ كل ما عليك فعله حضرتك انك بتكتب اسم المصفوفة ثم كلمة append، او يعني بمعنى الحق بالمصفوفة دي العنصر اللي انت عايزه، وليكن مثلا كريز. لو جربنا الان نطبع المصفوفة هنلاحظ ان هي فعلا اتضافت، لكن في الاخر ممكن طبعا تختار المكان اللي انت تضيف فيه العنصر اللي انت عايزه. زي مثلا هنضيفها هنا في الخانة رقم 1 اي تاني عنصر. لو قلنا رقم 0 يعني اول عنصر، وبالفعل المانجو اتضافت كثاني عنصر في المصفوفة. طب لو حابب تحذف عنصر منها برضه بيكون نفس الفكرة، اسم المصفوفة بعدين كلمة remove. نجرب نطبع هنلاحظ فعلا ان هي اختفت. لو حابب تحذف عن طريق الاي دي تقدر تكتب del اختصار لكلمة delete او احذف ثم اسم المصفوفة، لكن تذكر انك تحط الاندكس او عنوان الشيء المحدد الذي طبعا تريد حذفه يعني. نيجي على اللوبس، لكن المرة دي باستخدام for loops وليس باستخدام while الشرطية اللي احنا شفناها قبل كده. ودي تقريبا اكتر حاجة انت هتستخدمها في البايثون حرفيا. هعرف مثلا عندي مصفوفة من الفواكه وهقول له for بعدين اسم متغير اي اسم يجي في بالك، وليكن مثلا x، وبكده بقول له لكل x موجود في الشيء ده واللي هي طبعا ليست اطبع لي كل مرة قيمة الاكس. وبكده كل لوب او كل لفة قيمة الاكس هتشيل احد عناصر المصفوفة وهنطبع اللي جواه. طبعا ممكن تتلاعب بطريقة الطباعة زي ما انت عايز، زي انك تحط كلمة قبل الاكس، او انك تعملها بطريقة الفورمات سترينج زي ما انا علمتك. هنحط بس اف وما تنساش القوسين والمتغير في النص. اخر شيء حابب اذكره على موضوع النصوص وطريقة عرضها، لان ده مهم جدا جدا خاصة في السي تي افس او تحديات الهاكينج قدام. لو عندي مثلا متغير اسمه A وشايل الحروف A B C D E F، وده يعتبر نص كامل، حاليا يعتبر فعليا نص واحد، كتلة واحدة وليس ليست، هي كتلة كده مجسدة يعني. ممكن اجي اقول له اطبع لي الحرف رقم 0، مع ان دي مش ليست فعليا، لكن بايثون هتعرف تتصرف وتقسم النص ده الكتلة دي الى اجزاء، وكذلك مع رقم 1 ورقم 2 وحتى -1 هيرجع يجيب اخر عنصر في السترنج ده من ورا،
او يعني بالنسبه لنا حاليا هي اخر حرف فيها، وشفنا ده قبل كده. او ممكن اقول له مثلا كولوم 2، وده هيجيب من اول مصفوفه لحد رقم 2، يعني العنصر رقم 0 ورقم 1، وهتوقف عند رقم 2. ولو قلت له مثلا لحد 4 هيجيب العنصر رقم 0 و1 و2 واخيرا 3، وهتوقف عند 4. وكذلك العكس، كده مثلا انا بقول له تجاهل اي شيء لحد العنصر رقم 4، او كده مثلا بقول له هات لي كل شيء ما بين العنصر رقم 2 والعنصر رقم 4. لكن في الحالة دي رقم 2 كمان معانا، مع التدرب عليها تبقى اسهل بالتأكيد. الفانكشنز دي اعظم كلمة تم اختراعها في مجال الحاسوب والرياضيات مبدئيا، وهنا في البرمجة هنستخدمها عشان تخلي شغلنا ابسط واكتر كفاءة. وهي بكل بساطة لما بكتب جزء من الكود بيعمل وظيفة معينة، مش لازم كل مرة احتاج فيها نفس الوظيفة اكتب الكود من اول وجديد. حتى لو هتاخده كوبي بيست الموضوع مش منطقي. يعني لو عندي 100 سطر من الكود لما بيشتغلوا بيديني قيمة معينة مثلا يعني، وانا احتاجتها في جزء تاني من الكود، مش منطقي ان انا احط ال100 سطر دول تاني في الفايل بتاعي. طب ما انا ممكن اديهم اسم وكل مرة احتاجهم فيها انادي بس على الاسم ده. فتعالوا نشوف ازاي الفانكشن بتشتغل. ازاي بعرف الفانكشن؟ بكتب كلمة def واسم الفانكشن قوسين وكولون بس كده، وتحتها ب4 مسافات طبعا بكتب اي حاجة انا عايزها، اي كود. ولكن مثلا print hello hackers، ومعها مثلا print welcome to level 1. خلاص هي كده اتعرفت، استخدمتها ما استخدمتهاش it's fine. فتعالوا نعمل لها calling او استدعاء. كل اللي انت عليك تعمله بس تكتب اسم الفانكشن. لكن دي كانت من غير اي بارامترز او اي حاجة. فتعالوا نشوف ازاي الفانكشن بالبارامترز بتشتغل. هكتب def hello وفي النص اسمه متغير اي اسم، ولكن مثلا كل اللي هتعمله هتكتب print welcome my friend، وبعدين تبدل كلمة name باسم المتغير اللي انا اديته لها. على سبيل المثال لما اجي استدعيها هكتب اسم الفانكشن، وفي النص هنا هديلها اي input انا عايزه، ولكن مثلا اي اسم احمد، فهيقول لي welcome my friend احمد. لو قلت ادم هيقول لي welcome my friend ادم. ممكن اخليها برضو ان هي تاخد الارجمنتس دي وترجع لي قيمة معينة، ولكن مثلا هنعمل حاجة بتجمع رقمين، def اسم الفانكشن ايا يكن. في حالتي مثلا هتاخد رقم الاولاني والرقم التاني وتجمعهم، فلازم اعرف 2 arguments، وبعدين تحت اقول لها return رجعي لي الاولاني زائد التاني. لما نيجي نشغلها هكتب مثلا وليكن اي متغير عندي result على سبيل المثال يساوي اسم الفانكشن، وباصي هنا اي رقمين انا عايزهم 5 و3 مثلا. نعمل print هيطبع قيمة المتغير بتاعنا واللي هو بيستخدم الفانكشن. تعالوا ناخد بيها مثال احسن شوية، نعمل بيها تطبيق هاكينج بسيط. وظيفته هتكون تتشيك على الباسورد قوية ولا لا. اول حاجة طبعا هنعرف الفانكشن، وبعدين احط عندي مثلا عدد من كلمات المرور الضعيفة بالفعل، وهعمل شرط او سؤال. لو كلمة المرور المدخلة من قبل المستخدم هي احد تلك الكلمات اطبع له ان هي ضعيفة، غير كده اطبع له ان هي قوية. كده انتهينا من عمل فانكشن. اجي استدعيها بقى واستدعيها بالاسم. نجرب شيك باسورد 1 2 3 4 5 6 وهو موجود في الليست، ومع الباسورد ده مثلا هنلاحظ ان هي اشتغلت كما يجب. بغض النظر اننا شفنا قد ايه الفانكشنز بتخلي الكود مريح ومنظم، الا انها ليست كافية. لما نتكلم عن كود بيحمل تفاصيل واشياء كتيرة، في حل تاني انسب، وهي الاوبجكتس والكلاسز. ايه هي الكلاسز؟ في بايثون اي شيء يعتبر اوبجكت، اي شيء حرفيا يعتبر اوبجكت. ارقام، نصوص، وحتى الفانكشنز تعتبر اوبجكت. والاوبجكتس دي بيتم انشائها عن طريق حاجه اسمها كلاسز. يا راجل ده حتى الكلاسز نفسها تعتبر اوبجكت. طب ثانيه واحده، ايه هو الكلاس؟ طيب الكلاسز هي اشبه بالبلو برنت، او زي ما تقول كده القالب او التصميم اللي بنصنع منها اوبجكتس مختلفه. والكلاس بيكون فيه خصائص وبتعرف بكلمه attributes، او تقدر تقول عليها حاليا variable. وكمان عندنا شيء تاني جواه، وهو تقدر تقول مثلا سلوك الاوبجكت، او خلينا نسميها المميزات اللي نقدر نمنحها للاوبجكت او الكائن بتاعنا. واسمها الحقيقي هو methods، او تقدر تقول يعني مثلا functions. خلينا نشوف ازاي نعمل كلاس. اتفقنا ان هو البلو برنت او القالب، وليكن مثلا خلينا نعمل كلاس لعمل شخصية في لعبة او شخصيات في لعبة معينة. هبدأ بكلاس ثم اسم الكلاس بتاعنا، وبعد كده هقول له def init بالشكل ده كأني بعرف فانكشن عادية. موضوع الانت ده
هي مجرد بس طريقة من احدى الطرق اللي بنستخدمها في بناء الكلاس. تقدر تقول حاليا هي حاجة ثابتة وحطها زي ما هي، بعدين افتح قوسين وابدأ ب self، او لازم تبدأ بعموما كلمة تكون ثابتة، يعني تقدر تغير self دي تخليها اي حاجة انت عايزها، بس الشائع هو self. وبعدين بقى ابدأ احط ايه؟ الاتريبيوتس او المتغيرات والخصائص بتاعتنا، زي مثلا نقاط الحياة والضرر والسرعة. وبعدها ابدأ اعرف الحاجات دي كلها. هقول له self.health بيساوي health، self.damage بيساوي damage، self.speed بيساوي speed. ومبروك عليك، كده عملنا كلاس هو اشبه بالفانكشن شويه او القالب للشخصيه بتاعتنا. تعالوا بقى نبني اوبجكت او كائن من القالب اللي احنا عملناه. هديله اسم وليكن مثلا فايتر، واقول له يساوي وبعدين اسم الكلاس اللي عايزه يبقى جزء منه. هو عندي كاركتر، ده اسم كلاس بتاعي كاركتر، ثم اعطيه بقى نقاط الحياه بتاعته والضرر وسرعته. تعالوا نعمل حتى شخصيه تانية كده، احنا بنعمل اوبجكت تاني وليكن مثلا نينجا، نفس الشيء اسم الكلاس ثم قيم الاتريبيوت بتاعتي اللي او الخصائص، نقاط الحياة والضرر والسرعة للشخصية التانية. احنا كده انشأنا 2 objects من القالب واللي هو الكلاس اللي انشأناه مسبقا طبعا. يعني خلونا مثلا نشوف ايه هي السرعة لكل من الشخصيتين. print وبعدين اقول له اسم الاوبجكت بتاعي fighter دوت الاتريبيوت مثلا fighter دوت speed ونينجا دوت speed. طبيعي ان شخصية النينجا هي اسرع. يعني كده ناقص اخر مصطلح جوه الكلاس هو الميثود. احنا اتفقنا الكلاس عبارة عن حاجتين اتنين، attributes اللي هما دول وميثودز. الميثود هي مميزات او هي اصلا عبارة عن functions مبدئيا. يعني خلينا مثلا نعمل حاجة جوه الكلاس او قالب الشخصية ونسميها هاك مود، والهاك مود هحط فيه قيمة الاتريبيوت كلها ماكس، وهنا بنعرفها كأنها فانكشن عادية جدا. وبكده بقى عندنا ميثود او ميزة داخل الكلاس بتاع انشاء الشخصية ده تتيح لنا قوة خارقة. تعالوا كده ندي النينجا بتاعنا الهاك ميثود. هقوله نينجا دوت هاك ميثود ونطبع دلوقتي قيم النينجا. هنلاحظ فعلا ان الميزة دي اتطبقت عليه او الميثود دي اتطبقت عليه. فالموضوع سهل. عندي كلاس هو القالب بتاعي، ببدأ انشئ منه اوبجكتس او الكائنات او العناصر بتاعتي. جوه الكلاس اتريبيوتس او الخصائص زي ما انتم شايفينها، ومعانا الميثودز هي مجرد فانكشنز اقدر اديها للاوبجكت بتاعي، فيبقى مثلا اقوى، يبقى اسرع، يبقى زي ما انتم شايفينه كده بالظبط على حسب الميثود دي بتعمل ايه. هو ده كل حرفيا الموضوع. اخر جزء معانا وهو اللايبراريز او المكتبات. على سبيل المثال لو انت حابب تعمل شخصيات زي ما انا عملت، مش بالضرورة عليك انك تكتب الكلاس بنفسك، ما انت ممكن تستخدم كود شخص تاني عمله، بحيث انك مثلا تستدعي منه الحاجات المطلوبة فقط دون الحاجة لكتابة الكود من الصفر. وده فتح مجال كبير للناس، انك مثلا ممكن تدخل في الكود بتاعك مميزات او فانكشنز مش انت اللي كاتبها اصلا، لكن هتسهل عليك تقريبا كل حاجة. ده مثال لكود مكتوب عشان يبعت طلب واحد بس للموقع ويشوف الرد بتاعه باستخدام الرو بايثون بدون اي مكتبات، وده باستخدام مكتبة واحدة بس اسمها ريكوست، وقيس على كده معظم المهام اللي هتعملها. فوجود اللايبراري شيء مريح جدا للاعصاب بمجرد التفكير فيه. اللايبراريز في البرمجة اشبه باللايبراريز حرفيا في الحياة العادية، مجموعة من العلم تقدر تكتسبه بدون ما احتاج ان انا اروح اكتشف بقى واكتب كتاب بنفسي من الاول وجديد. هو اوريدي موجود الحاجة دي، اقرأها وبس. فمجرد ما نعمل امبورت اللايبراري نقدر نستخدم اي حاجة جواها بكل الفانكشنز والكلاسز واي حاجة حرفيا. وفي لايبراريز بتبقى جاية مع بايثون نفسها، لكن محتاج انك تعمل لها استدعاء، وهنا تقدر تستدعي المكتبة كلها بكل شيء فيها حرفيا، او ممكن تستدعي كلاس معين من جوه المكتبة فيتimporт المكتبة كلها يا something من المكتبة، او حتى ممكن تستدعيها وتسميها بشكل مختلف بحيث انها تبقى اسهل معاك بالكتابة. لكن لو حبينا نسطب مكتبات مش موجودة اصلا في البايثون نفسها، بنستخدم اشهر حاجة عندنا وهي pip install وبعدين اسم الباكج. انا عايز اقول لك ان من كتر اللايبراريز اللي انا بستخدمها على الويندوز عندي بقى حجمها حوالي 10 جيجا كلها لايبراريز. وعشان كده لما تيجي تنزل اي سكريبت من جيت هاب عشان يشتغل معاك على نظام التشغيل بتاعك، لو هو مكتوب بالبايثون في الاغلب هتلاقي فيه ملف اسمه requirements.txt وبيكون مطلوب منك تسطبه، لان ده بيكون موجود فيه كل حاجه خاصه باللايبراريز اللي محتاجه السكريبت ده او المطلوبه لتشغيل السكريبت ده. غير كده فعلا مش هيشتغل. والموضوع ده مهم جدا لان معظم شغلنا قدام هيعتمد انك طول الوقت بتتعامل مع مكتبات وايرورز، وبسبب ان في مشكله في اصدار اللي مش عارف ايه، اصلا والله اللي عندك مثلا فلكس 1.2 والبرنامج محتاج فلكس 1.2.1، فالموضوع فعلا بيبقى رخم شويه. انا مبسوط انك وصلت لهنا.
دي كانت اخر حاجه انت محتاج تعرفها في الليفل اللي احنا واقفين فيه، ومبروك عليك اول سكيل. كل اللي انت محتاجه بس تتدرب على المهاره كويس، وانا هحط لكم التاسكس الخاصه بيها على الجروب هنعمله على الديسكورد ان شاء الله، بحيث انه يبقى حتى وسيله تواصل ما بيننا سوا. لو حد عنده اي مشكله في الكود يقدر انه يبعته هناك. سلام.